اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم متابعين عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه الحمام الكذاب. نجيب كيلو وراك، معانا كده كيلو وراك. انا اللي خليها هنا، انت ممكن تخلي بتاع الفراخ اللي يخليهم لك. فانا خليه 2 والتالت هعمله قدامكم دلوقتي عشان تشوفوا الطريقه ازاي. معايا هنا بصله مبشوره لتتبيله الوراك، معايا القوانص، معايا كبد. ممكن تقللي الكميات بس انا كنت مدبقاهم عندي في الفريزر، واحنا بنحب الرز اللي بالكبد والقوانص. ومعايا بصله بتقطع تقطيع ناعم كده لتشويحه الكبد والقوانص والرز. ومعايا كوبايه الرز، ممكن تقلل الرز عن كده. ومعايا بقى قرفه وفلفل وملح، دي لتتبيله الرز، والملح والفلفل لتتبيله البصله المبشوره. هنبدا دلوقتي نخلي الورك معاكم، بس اشيل دول. معايا الورك كده، جايبين سكينه رفيعه زي دي. نبدا بقى ايه، نخلي كده بالراحه. انت ممكن تجيبوهم مخليين جاهزين، انما انا حتى الصدور انا بخليها هنا، مبخليش بره. تخلي كده سكينه رفيعه. بالراحه كده. شقها بقى كده بالطول من هنا. ننزل اللحم اللي على العظم. دي العظمه الاولانيه اهي، بس انا ما طلعتهاش، انا هطلعها مع التانية. تيجي هنا عند الدبوس من تحت، تفتحي فتحه كده بسيطه كده. ابدأي برضه تخلي بالراحه. بتاع الاوتار اللي معاكي كده وانت بتقطعي، شايفين؟ نزلي العظم، اللحم اللي على العظم كده. ننزلي كده. العظمه اللي تحت بقى ممكن تدخلي السكينه كده فيها وتطلعيها. دي عظمه الورك بعد ما خلعناها، وده الورك. معايا بالطريقه دي، شايفينه؟ بعد ما خلعناه تسيبي الحته اللي هي القروشه اللي في الاخر دي، ما عرفتيش تخلعيها من العظمه بسكينه كده تكون كبيره شويه، وتخبطي بس خبطه هنا هتتفصل عن العظم. لما احنا الحمد لله طلعناها، بيبقى معايا الورك بالمنظر ده. الحته اللي من جوه دي، ايوه، دي بقى بتبقى راس الحمامية. هندبله بقى، نشطفه ونتبله بالبصله المبشوره مع بعض، واجيلكوا تاني.
ادي الورك بعد ما خليناه يا حبايبي. طريقته سهله وبسيطه، لو انتي مش حابه يبقى انت تشتريه من بره جاهز. نجيب بقى بصله مبشوره معانا كده، نحط عليها الملح والفلفل، ودعكي بقى البصله بايدك بقى لحد ما تنزل ميتها خالص. دعكي كده. تبل الوراق، التتبيله دي بقى من البصله كده المبشوره بالملح والفلفل، تخلي ريحتهم جميله في منتهى الجمال، مفيش زفاره ولا في اي حاجه خالص. دعكي كده لحد ما تلاقي، بصي شايفه الميه بتنزل ازاي. وناخد بقى الوراق بقى، تتبلي بقى من جوه، دخلي كده مكان العظمه وتحت الجلد، من تحت الجلد كده. سيبهم بقى متبلين بقى قد ساعة او ساعتين. فانا بقى اسيبهم متبلين بقى واجهز بقى الحشوة بتاعتهم. على ما يتبلوا وياخدوا حقهم في التتبيلة اكون عملت الحشوة. معايا هنا بصل الحشوة مفرومة فرم ناعم، ومعايا ملح وقرفة وفلفل اسمر. عايزة تحطي جوز الطيب حطي، انا ما بحطش توابل غير كده، ما بحبش اكتر في التوابل اكتر من كده. ما بحطش بقى بهارات فراخ وبهارات لحمه، احس ان انا طعم البهارات مغطي على الحاجه، على طعم الحاجه. انا عايزه احس بطعم الرز كده بالكبد والقوانص، هي القرفه بس بتدي نكهه في منتهى الجمال. هنروح بقى على النار، خلي على النار، تحطي فيها زيت، تحطي فيها سمنه، وانزل بقى البصله كده. اشوحها كده معايا. انا كده تبلت البصله معايا. هنزل بالقوانص الاول عشان القوانص بتاخد سوا عن الكبد. اديها تشويح تاني فيها كده، اشوح فيها شويه قبل ما انزل الكبد. انزل على الفلفل الاسمر، انا كده هنا شوحت القوانص. هنزل بقى بالكبد نقلبهم مع بعض. زي ما قلت في اول الفيديو ممكن تعملي كميه اقل من كده، بس انا بحب الرز اللي هو بالكبد والقوانص ده. هنزل عليه بقى بالقرفه والملح، بشوحهم. كده الكبد خدت التشويحه معانا. هننزل بقى بالرز نشوح بقى فيه. شوحي بقى على قد ما تقدري، كل ما تشوحيه الرزايه تبقى مفلفله كده في قلب الورك كده، ما تبقاش معجنه. تكوني مجهزه بقى ميه سخنه. انا هنا شوحته، هنزل بقى بميه سخنه او شغلاه ميه، واحط ميه بس بسيطه كده ان هو يستوي معايا نص سوا، وهدي عليه بقى واسيبه يستوي. اهدي عليه بقى النار واسيبه يستوي معايا. هرجع لكم تاني. كده الرز استوى معانا نص سوا. ناخد حبه بقى ابردهم هنا، متحشيش وهو سخن، لازم تبرديه كده. نبردهم، والباقي ده اللي في الحله ده بقى هزود عليه ميه سخنه واسيبه برضو على نار هاديه يكمل سواه. كده الرز معانا برد، والوراك اتبلت معانا بالبصله المبشوره بالملح والفلفل. انا بقى النهارده لا هسلقه ولا هلفه في فرع فويل ولا اي حاجه خالص، ولا اني استعمل مواعين كتير. النهارده هعمله في الكيس الحراري في الفرن. هي صينيه بس كده تحطي فيها الكيس بالوراك وخلاص.
لان احنا في الجو الحر ده محتاجين اي اكله سريعه. فمعايا هنا الاسترتش راب، معايا هنا الاسترتش. هاخد حته هنا كده، هجيب بقى معايا الورك كده متبلينه، ومعايا الرز بقى احشي بقى جوه كده، ادخله جوه بالطريقه دي. الطريقه دي سهله وحلوه. الكاس الحراري دي جميله، ثواني تبقى عامله الحاجه فيها تبقى خارجه متحمره في منتهى الجمال. اقفل بقى كده والم الرز اللي عليه بالطريقه دي، يبقى الجلد ده كده لا خله بقى ولا اي حاجه خالص، هو الاسترتش ده اللي هيمسكه معانا. والف بقى كده كده، الف بقى كده معانا بالطريقه دي. نعمل واحده كمان. حطيت هنا حته استرتش برضو، قطعه استرتش. نجيب بقى الورك كده، خطوه البصله المبشوره دي بتخلي ريحه الفرخه جميله معانا، متحسيش فيها بزفره نهائي. دخلي الرز بقى، خلينا نروح نجيب حمام بشوي شويات، نعمل الكيلو وراك تجيبيه تعملي بيه كده، بتبقى حلوه في منتهى الجمال زي الحمام بالظبط. واقفل بقى كده نقفل بقى بالاسترتش بقى كده. شايفين شكله عامل ازاي؟ جميل في منتهى الجمال. هعمل التالتة الاخرى معاكم. طبعا كل مره بتمسكي فيها باقه الاسترتش تكوني غاسله ايدك بين الورك والورك، ما ينفعش نمسك الاسترتش وايدينا مش نضيفه. نحشي كده حاولي تلمي اي رز على الاسترتش كده، وقفلي بقى لفي بقى كده. نضغطهم بسرعه. معانا الكاس الحراري كده، الكاس الحراري دي يا حبايبي قلنا بتتباع عند بتاع المنظفات او اللي بيبيع لبوع الفوم. افتحها كده واحط فيه بقى الأوراق دي. بيبقى معاه الأبزيم دوت بيتقفل بيه، اروح بقى ربطه بالكيس
حطيه بقى في صينيه من غير ميه من غير اي حاجه خالص. كنت مشغله الفرن على درجه حراره 200. هنعمل بس كيس حاجه بسيطه كده بالسكينه على درجه حراره 200 في الرف الوسطاني اللي فوق الارضيه على طول، ونسيبه بقى هو يستوي وهيحمر وهيستوي معانا بدل فكره السليق والتحمير والكلام ده كله خالص. وهرجع لكم بيه تاني. ادي حبايبي الحمام الكداب اللي احنا عملناه سوا في الكيس الحراري. مستهلكناش بقى لحله نسلق فيها ولا حاجه نحمر فيها وطرطشنا، كله في الكيس الحراري وطلع باللون دوت. شغالي الارضيه على درجه حراره 200 او 220. لو عندك مروحه شغليها، ما عندكش مروحه بعد ما تشغلي الارضيه لو لقيتيه ما خدش لون بيفتحي عليه الكيس وخليه ياخد لون. انما انا ما فتحتش عليه الكيس، انا كنت مشغله عليه المروحه، فطلع معانا بالجمال ده مستوي. شايفين الرز مفلفل حلو واللحمه مستويه معانا، حاجه كده في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. ان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه.